باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. وصلنا بقى للسبت الرابع اللي هو من الأسبوع الرابع، وعود ربنا بقى بيفرحني بعد الجهاد الروحي خلال الخمس أيام اللي عدوا. هعمل بالإنجيل. ربنا يقول لنا كده أما تعلمون أن محبة العالم عداوة لله، فمن أراد أن يكون محبا للعالم فقد صار عدوا لله. الواحد فينا حبايبي لو أراد إن هو يتلذذ بالعالم وبشهواته، يعيش في العالم بالعالم، فهيحذر من صوت ربنا اللي يقول له النهارده يا ابني اذكر إنك استوفيت خيراتك في حياتك. في إنجيل باكر ربنا يقول لنا كده أنت على الأرض استمتعت واستفدت بكل الارض واستنفذت خيراتك، فخلاص مش هتقدر تروح السماء ان انت كنت مشغول بالعالم. انت ما عشتش على الوصيه، عشت على الارض كده بكل حاجه مستفيد بيها. فينطبق عليه كلام الكتاب المقدس في انجيل باكر ايضا، يقول كده عن المسكين والغني: فمات المسكين حملته الملائكه إلى حضن إبراهيم، ومات الغني أيضا ودفن. المسكين اللي ماسك في ربنا على طول ويمشي بالوصية الملائكة تحمله. طب واللي عايش ويسوي خيراته على الأرض يقول ودفن، خلصت قصته، خلاص حياته انتهت فقط عند الدفن. في يوم الدينونة تروح إلى النار الأبدية على طول. يجب علينا حبايبي نعمل بالوزنات اللي ربنا ادهلنا في حياتنا. كل واحد فينا عنده وزنات. الشاطر اللي يكتشف طاقاته، يكتشف الوزنات اللي ربنا اللي مديها له على طول، ويثمر فيها في اوقاتها. لازم اعمل اعمال تليق بالتوبه باستمرار. اجعل الله هو كنزي الحقيقي على الارض، حتى اقول له صرخت اليك يا رب، قلت انت ملجئي، نصيبي في ارض الاحياء، والهنا المجد الدائم ابديا امين.